السلام عليكم. كلنا واحد النهار حضرنا شي واحد فقد الوعي ولا حسينا به غادي يفقد الوعي، ولكن واش كنا كنعرفوا شنو يدار في هذه الحالات؟ اول حاجه نديروها اذا حسينا بشي واحد غيفقد الوعي اننا نعسوه في الارض باش نجنبوا انه يطيح ويأذي راسو، ونهزوا له الرجلين ديالو. الا ما كانش ممكن نحطوا له الراس ديالو بين رجليه ونجلسوه في شي كرسي، وهذا كله باش نساعدوا ان الدم يمشي للمخ ديالو. وايضا نحللوا الصدايف ديال الشوميز والكرافطه وحتى الحزام ديال السروال باش نساعدوه في التنفس، ونسولوه واش كياخذ شي دواء ولا فيه السكر ونعطيه له الا كان حدانا. وإلا كان داك الشخص كيحرك يديه ورجليه بطريقه غير اراديه فهذه حاله ديال الصرع ولا اللي كتسمى بليبيليبسي، وفي هذه الحاله خاصنا نشدوه بلا ما نزيروا عليه حتى يسالي لا كريز ديالو باش ما يأذيش راسو. والحاجه المهمه اللي بغيت نقول لكم انه قبل ما نبداو هذا الشيء كله خاصنا لا بدا حنا ولا شي واحد من الناس اللي دايرين بينا نكونوا عيطنا على الاسعاف. والحاجه الثانيه اللي بغيت ندوي عليها في هذه الحلقه هي انه الا لقينا داك الشخص فاقد الوعي في هذه الحاله غيكون التعامل اخر، لان فقدان الوعي يمكن له يكون ناتج يا اما على شي حادث ولا تسمم ولا شي مرض في داك الشخص. وهنايا خاصنا نتاكدوا من التنفس ديالو، لان كل ثانيه كنضيعوها كيمكن لها تسرع في الموت ديال هذا الشخص الله يحفظ. وبحال اللي قلنا قبل خاصنا نحللوا الصدايف ديال الشوميز والكرافطه وحتى الحزام ديال السروال باش نساعدوه في التنفس، ونشدوا له الراس ديالو وندفعوه بطريقه سلسه للوراء باش اللسان ما يبقاش طايح على الحلق، ونساعدوا ان الهواء يدخل للريه ديالو. وايضا نحللوا الفم ديالو ونقلبوه واش فيه شي حاجه اللي يمكن لها تمنع الوصول ديال الهواء للريه بحال الاسنان الاصطناعيه. وإلا كان داك فقدان الوعي ناتج على شي حادثه ديال السير فيمكن لداك الشخص يكون العنق ديالو مقيوس، وفي هذه الحاله ما خاصناش ندوروا الراس ديالو ونخليه مستقيم حتى يجيو المسعفين. واحسن وضعيه اننا نحطوه على الجنب اليمين ديالو. واهم حاجه اننا خاصنا نشوفوا داك الشخص واش كيتنفس ولا لا، وذلك بالمراقبه ديال الحنك واش كيتنفخ ولا الصوت اللي كيصدر على التنفس ولا حتى الحركه ديال الصدر والكرش ديالو. ولا الله يحفظ ما كانش كيتنفس خاصنا نبداو بسرعه وبلا ما نتعطلوا في الاسعافات الاوليه، فخاصنا نضغطوا له على التحت ديال الصدر ديالو وننفخوا له في الفم ديالو موراهم. الا كان راجل كبير خصنا 30 ضغطه على التحت ديال الصدر وموراها 2 ديال النفخات في الفم، والا كان دري صغير خاصنا 5 ديال الضغطات على التحت ديال الصدر ديالو وموراها نفخه في الفم ديالو. وهذا الشيء ما خصناش نتوقفوا منه حتى يجيو الاسعافات ولا يبدا يتنفس داك الشخص. والحاجه اللي بغيت نعاود ناكد عليها انه قبل ما نبداو هذا الشيء كله خاصنا حنا او واحد اللي دايرين بينا نعيطوا على الاسعاف ونطلبوا المساعده. وفي الاخر بلا ما نوصيكم سير الطبيب قبل المجرب. كان معكم الدكتور سي محمد الزعري جابري، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.